بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا حبايبي؟ كويسين؟ يا رب يكون بخير وهنا وسعادة وراحة بال. كل عام وانتم في أحلى وأحسن شيء في الدنيا. الله يسعدكم ويهنيكم يا رب. الله يسعدكم ويكون سنة سعيدة عليكم بالمحبة والسعادة والهنا والسرور وراحة البال. اللهم أمين. على حبايبي في جميع أنحاء العالم، حبايبي اللي في جميع أنحاء العالم. العالم مش قايلة بلد، لا، العالم، ومصر فوق الراس. الله يسعدكم ويهنيكم. شكرا. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي يا أم محمد يا اللي من المنيا. هتقولي أهم شيء نسمعك، مش أهم شيء حاجة تاني. وأنا أهم شيء عندي إني ربنا يقدرني ونقعد معاكم ويدينا الصحة وطولة العمر والعافية. اللهم أمين. أنا وأنتوا يا رب، ونطلع أحلى ما عندينا وأنتوا تطلعوا أحلى ما عنديكم بالسعادة وبالهنا. أنا طالعة يعني نهني، مش طالعة نقول كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير وصحة وهنا وراحة بال وأحلى شي في الدنيا. يا أحلى أخوات، يا أحلى حبايب في الدنيا. الله يسعدكم يا رب ويهنيكم ويهني حبايبي في محافظات جميع أنحاء العالم ومحافظة جمهورية مصر العربية. الله يسعدكم ويهنيكم يا حبايبي. كلنا واحد يا حبايبي، كلنا واحد. شكرا. سبحان الله، الطمطمة دي طلع منها 3، الحمراء والخضرة، ومن الخضرة طلع ولدة صغنونة. سبحان الله، سبحان الله ونعم بالله. الحمد لله، كل حاجة حلوة. يلا الحمد لله، رضا من عند الله، رضا. نحطه من قلبه ونشوفوا ايه حنعمله. انا طالعه نقعد شويه معاكم، اعتبروا زي بس. انا مش عارفه ليه لي يجيش حظ في البس، ونقول نقعد مع بعضنا وناخد وندو كده، ناخد وندو بشكل ودي. الله يسعدكم يا ربي ويهنيكم. شكرا على الكلام الحلو، شكرا على التهاني، شكرا على الكلام. كل كلمة قلتوها الله يسعدكم ويهنيكم يا رب، ويجعلها في ميزانات حسناتكم. طبعا كل الكلام لا قرناه، إن شاء الله يكون بالمثل ليكم كل كلمة قلتوها. الله يسعد أيامكم يا رب. الحمد لله نعمة. هذا البصل ايه، وانا زرع بصل صغنون بس لسه ايه، ما بقيش ده. طبعا هيكون سبحان الله في الارض حنينة عليه، هياخد منها الفيتامينات كفيتامينات ليه، الملح اللي هيتحط له، الحاجات اللي هتتحط له دي كلها ليه هو. تكبره، تخليه حلو يعني. برضي انا خدت كم ورقه من البصل اللي فوق في ريحه البصل، وبعدين مش الريحه الحراقه النفاذه اللي جاي من الارض. طبعا سبحان الله فيها حنان للزرع اللي هيتحطوه فيها. طبعا زي عارفين الام لما تجي تحضن عيالها وترضعها، زي كده سبحان الله. وطالع الله نقول لها خدوا جنب 2، قلت لهم خدوا اوعى حد يدخل عندي، خليني شوية كده مع نفسي ونرتب نفسي وابقى بعدين ادخله. اللي خد له وحدة، اللي خد مني الشريحة، واللي خد يلا الحمد لله. ربنا يديمها علينا يا رب نعمة ويحفظها من الزوال. صلوا على النبي، صلوا على رسول الله. حبايبي حبايبي، شكرا على الكلام الحلو، شكرا على التهاني. الله يجعل أيامكم كلها هنا وسعادة وراحة بال. اللهم أمين. برتقانية حلوة كده من البرتقانة بصر العسل ده، هنحطها في الخلاط. ايه عاوزين كاكاية. طبعا الجو يعني شفتوني النهاردة عادي، بصوا ايه رأيكم؟ لبست لي تبقى قطيفة النهاردة. شفتوا عاد الحظ. بس تو حنشتي، اصلا هو شهر واحد. الحمد لله يا رب يديمها النعمة علينا وصحة وهنا وسعادة وراحة بال. اللهم امين. هي حطيناها. ايوه عاوزة ايه؟ طبعا انتوا تحبوا العبار، نعمل بالنظر وعن تطلع زي العسل، بس هنحط برضه بالعبار. هنحط يا جماعة قشرة معاها. ليه القشرة دي؟ هيكون نفاذة أكتر من عصير البرتقال، أكتر من المية اللي في البرتقال ذات نفسها. وحطيت لها إيه؟ العبار ده بس.
يلا نصلوا على النبي ونعملوا لنا كيكة. عاوزين كيكة والجو حامي وهنقعمزوا. بصوا، مش هينفع معانا اي حاجة. سحلب عاملين، كاكاو عاملين كل في قرفة، جنزبيل، مش عارفة ايه، قشر الرمان المحمص، الدم المحمص. لا، ما فيش غير كوباية الشاي. شفتوا؟ كوباية الشاي وبس. ولا حتتكل على كده، قلنا يلا نعمل لنا ايه، صينية كيكة. يلا صلى على النبي كده. كيس الريحة، بطين، قطع بيض، رحت لقيت ديلة. يا ربي، بس من فروجة واحدة عشان هن 2 واحد وفي مطرح واحد. انا مع حظ كل وحدة تروح لها مطرح. كيس الريحة وادي الايه، عصير البرتقال. تمام كده زي الفل. قلت لها هتقعد لي اياها حتتكبي، يلا حطيها وحتطلع حلوة برضي. ربنا مع الغلابة، يا رب يسهل لنا امورنا. وهذا السكر كده كفاية. بألف هنا وشفا على قلوبكم. خلي نضربها ونشوفوا. النهاردة انتوا عاملين ايه يعني النهاردة من حلو، من اكل. كل واحد واحتفالاته ووضعه وطريقته. ولازم برضه يا جماعة، يعني والله الواحد يراعي البلاد ويراعي الناس اللي هي. لا، أنا مش عاملاها بمناسبة رأس السنة. وده عملنا الدماسة طبعا جنبينا الفول عشان يصبح بصوا، يصبح فول زي الزبدة كده، بزبدة. وبألف هنا وشفا على قلبكم. نفوره ونخليه تمام كده ونحطه على السخان. بس لما نجي نغلوه نحطوا له ميه، يشرب ميه، نحطوا له ميه هتغلي عشان ما يطفرش. لو حطيتوا له ميه بارده مش هيبرد. وبعد ما يبرد يرجعها معصعص تاني، يعني يرجعها تاني. وغير كده لما يجي يغلي يطفر الميه اللي اتحطت، يطفرها. ضربناه والسكر والريحه والبيض زي العسل دابا مع بعض. نحط السمنة ونسيحها. سمنة، زيت، الموجود في البيت يسد يا حبيبتي. نوقفوش ونقول لا عاوزين ناكلوا حاجة نحطوش شروط. هنعملوها وتطلع أحلى كيكة وأحلى شيف الدنيا. بألف هنا وشفا على قلبكم. كده تمام. بردانين وقاعدين وقلنا عاوزين. ليه الاكل في الشتاء والواحد نفسه تطلب في الشتاء عاوز ياكل زي رمضان. انا عند رمضان السنه كلها ما نقول نفس الحاجه. اول ما يجي رمضان إن الدنيا كلها تجي قدامي ونقول النهارده نفسنا في كذا النهارده. طب ما هي معك السنه كلها عشان اعتقل وخايفه لا يكون سخنه وعيقدة. حاطه 6 معالق. قليلة لا، كتيرة لا. ال6 معالق على كوباية العصير حلوة قوة على الآخر. بألف هنا وشفا. كده تمام. وبألف هنا وشفا. وادي معايا الدقيق وحنحطه وهناكله. ونجيب الليل عاوزين حاجة حلوة مع الشاي، حاجة حلوة. طيب نفكر عاوزة نعمل الحاجة دي ونقوم على طول من غير كلام. في ساعات اللي صاحية غادة تصورني، مش صاحية على كده. اللي انا كنت نصور على كده كنت قلت ليه ما لدش يعني عليكم التصوير، ما عجبكمش. قلت لا، التصوير ده لا غادة. قلت لكم ماشي، انا نعمل على طول كده مع نفسي. احلى حاجة لما تعمل الحاجة مع نفسك حتى تجي سخية. والصدق لما تعمل الحاجة ومع نفسك وكده وفجأة تطلع ما في احلى منها وفي احسن منها. وبألف هنا وشفا. والله زي ما انا نقول لكم. تمام. وده حطيت ايوه كده زي الفل. حطيت البودر ونقلب فيها ونعدل ويلا. وكل عام وانتم بخير وسعادة وهنا وراحة بال. شكرا على الكلام الحلو. شكرا على حبيبتي اللي هتقول لي، اللي هتدعي لي ربنا يدينا الصحة ويطول في عمري أنا وأمها. يا رب يديمها أمك في حياتك ويديها الصحة وطولة العمر
ويخليكي ليها يا غالية، وهي ربنا يخليها لك وما يحرمك منها أبدا ولا يحرمها منك يا رب، انت وكل أسرتك. ودمت كده ده أنا في نعمة لما أنت كده تشبهيني بأمك. كل حبايب اللي يدعوا لي يقولوا لي زي أمنا وحبيبتنا، الله يسعدكم ويهنيكم كده. تمام التمام زي الفل، بألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. ادي شوية سمنة كده هم على الجو، وحطها على الخامة وهي الصينية ساقعة حتى تخلي السمنة دلوقتي حتجمد معاه، بس نلحقها عشان لقيتها ايه شغالة تبيض. تمام كده خلصنا. نحط لها بس عشان ايه ما تمسكش. هي لا فعلا يا جماعة كانت الأول تمسك، مهما نحط في الدقيق تمسك، بقيت نكتر لكن وهي صينية يعني من الصواني النظيفة، مش جايبها زوجة وشكل، لا لو زوجة وشكل كان دخنت والبوهية دي الحمرة كان كلتها، لكن جايبها أنا من الغالية، بس مش عارفة ايه ماركتها بصراحة. بألف هنا وشفا كده تمام، صينية زي الفل. أيوة صلى على النبي كده حبايبي ونسمي الله، وخلصنا مأموريتنا بخير والحمد لله سهلة الأمور. قوم اللي عاوز يعمل تلقيه قوم اعمل لك أي فطاير أي معجنات أي حاجة اعمليها وتتدفى، وكلكم تقعدوا حوالين بعض وتعملوا الحاجة وحتطلع حلوة بمحبة عشان كلكم مرضيين. الله يرضى علينا ربنا ويرضى عليكم اللهم آمين. الحتة دي نازلة شوية، فأنا هنحط ايه معلق الخشب نرفعها كده تمام على 180. أنا مش هنحط على 180 بس غدا قالت لا 180، قلت لها 180. أنا بسرعة نخليها على الآخر ونحطها ونطلعها قوام، بس دي هتعك شوي، لكن أنا نحب دي تطلع وهتطلع طيبة وزي الفل وبألف هنا وشفا. أبحث تعملي ايه تاني يوم غادة؟ صلوا على النبي انتوا معايا وحتشوفوني. تمام تمام. برتقانية، كوباية السكر، هنشتغل تاني على الخلاط. آتي ندوب السكر خلصنا تمام، نصفي. تعمل صينية كيكة تانية؟ نعمل صينية كيكة تانية بس مش بالبيض ولا باللبن. ليه؟ للي مش يعني في ناس مش هتتحمل البيض في الكاكات والحاجات دي، بس دمة البرتقال وبأي وليمون ولا بأي خل مش هتبقى فيها فعلا فيها زفارة. بس في ناس خلاص عندها حساسية من الموضوع ده. أنا هنعمل لكم الكيكة اللي بالبرتقال والريحة والبيكنج باودر، وهتشوف الكيكة واحلى كيكه. وكمان لو مش عاوزين تحطوا مكان البرتقال هاتوا سبرايت، هاتوا بس كاكولا لا طبعا سمرة لا، هاتوا الحاجات الفواتح هاتوا برتقال، هاتوا يعني ابعدوا من الاسمر وهاتوا خليكم في الايه في اللون البرتقالي اللي هو الاصفر. تمام دي احلى حاجه واحلى حاجه واحلى حاجه. وفعلا والله فعلا في باله حنجيب، بس نسيت قلت لها برضو مش حنوقف علشانك، بس هي مهمه. انا حنمشيكي بالبرتقال بس، وهذا عبار وهذه الشويه البسيطه. تمام تمام. ادي هتطلع احلى كيكه. طبعا تلقاها حنضربها تاني عشان حنحط السكر، نحط الريحة عشان خاطر نصفي، مش هنحطه كده مع نفسه على بعضه، لا في البرتقال هيطلع التفل بتاع الابيض ده، طبعا ده هيخليها تكبس. لما نصفه وبعدين نعيده تاني وتطلع احلى كيكة. وحنقول لكم فيه في الاخر خليكم معاي. طبعا انتوا كده هتقعدوا معايا، انا واثقه حبايبي مش هيسيبوني هيقعدوا معايا. بس هنقولكم على مكون اللي هو السحر اللي في الاخر انا هنحطه. وحطيت باقي ايه السمنه،
حطيت غطيت بالفول عشان ايه فيها شوية ايه صقعة مسكت السخانة هنت الدماسة حتسيلها. ماشي ماشي. ندخلها هوا. تمام. ادي حطينا كوباية وادي التانية، وادي الكيكة التانية في الفرن اللي هو حطيتها الأولى. ادي حطيت البيكنج باودر. تمام. ايه دي يا مغادة؟ دي فيها مية، هنجيب لي حاجة ما فيهاش مية. يلا انا بالنظر وبايدي حنحط ذرة كربونات. كربوناتو كربونات، احنا نقوله كربونات. كربونات. ادي تمام. هي كده كده بصوا خلي بالكم، هي في ايدي هاشة، هي في ايدي وحدها خامرة. بصوا. بسم الله ما شاء الله. شفتوا البيكنج باودر على الكربونات مخليها بسم الله ما شاء الله. وادي الصينية دي طالعة زي الفل. تمام تمام. قفلنا وخلصنا عشان ايه لما تبرد عشان ناخد الصينية التانية. ادي زي الفل بألف هنا وشفا. تمام زي العسل. نخلي دي تبرد وبعد كده ايه اهي نجيب لها صحن مدور دلوقتي. يلا دهنا وحطينا بردت عشان ايه تبقى كويسة ما تبوظش الحاجة منينا، عشان وصفتنا تطلع تمام وحتشوفوها وفيش احلى منها. صدقوني بألف هنا وشفا والله العظيم اتاكلت زي العسل على اللي فيها بيض. مش اللي فيها بيض عفشة، لا، دي طلعت محلاية حلوة 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 كده. تمام. حشت منها الزايد. في الآخر قولوا لي برافو يا أم غادة، وكل عام وانتم بخير. الله يسعدكم ويهنيكم، وصلوا على النبي، وسنة سعيدة. ومش هنقول عاوزة حاجة، عاوزكم إلا انتوا واللي نعوزة منكم كلكم تبقوا معايا وحواليا ومنوريني ومشرفيني يا أحلى أخوات في الدنيا. ايه رأيكم في كيكتي التانية دي؟ أحلى شيء. سم الله وصلى على رسول الله. وقولوا له كل سنة وانت طيبة، وإن شاء الله ربنا يكرمني ويكرمكم بالصحة والعافية وهدوان السر، ونفرح بأولادنا وبناتنا ونفرح بكم كلكم يا رب. ايه رأيكم؟ بس الكاميرا ظلمها. شفتوا هايشة ازاي ام البيض دي؟ اهو. وهن 2 حميات بس اللي مطلعة من الفرن دلوقتي الكيكة اللي ما فيهاش بيض ولا فيها لبن ولا اي حاجة. زي الفل. هنجيب لكم طبق ونوريكم. دي طالعة قبل دي، بس دي بسم الله ما شاء الله طلعت حكاية عشان حطيتها سخنة. برد ماسكة في الصينية اهو. تمام. هنجيب طبق تاني، نطلع لكم واحدة تانية. هنجيب طبق تاني نطلع من ايه الصينية اللي ايه التانية دي بردت حرصها عشان ايه نفضي المطبخ نغسل صوانية وموضوع نخلص مني، مش يقعد يعك ورايا ديل، لا، نغسل ايده ونشطب على طول. طبعا هو شفت الرخامة نظيفة ونظفنا وريحنا الحمد لله. آتي ألف هنا وشفا. يلا الحمد لله. ادعوا لي بالصحة وربنا ينور طريقنا وينور بصرنا وبصركم، اللهم امين يا حبايبي. زي الفل اهي. هنشوف عدلها ازاي ونحطها عشان ايه الطبق صغير شوية ضيق حامي يا جماعة. نحافظ عليها عشان ما تتفلتش معاي. مفروض تاخد لها يجي كد اقل حاجة ساعتين برا او ساعة، لكن احنا ما استنتش. كل كوباية شاي كوباية شاي. طب استنى او حد ما انا موقفة او حد يدخل المطبخ لما نخلص ونطلع. انا عاملاه ليه مش عشان ناكلوه وللكل.
بس بصراحة مع كوباية شاي لا هتخلي الواحد ايه، آه، مزاجه حلو شوية. وبألف هنا وشفا على قلبكم. وهالقعدات دي رح يطلع لي 3 4 ترك برد، دي هيتاكل دلوقتي عشان الصينية التانية دي سخنة مولعة. تمام، خلصنا والحمد لله. نشوفوا ايه دي كمان، ايه بسم الله ما شاء الله عليها. تعالى كده اديني راحتي انا، نمسك الوسع. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم في كيكتنا؟ زي الفل. لا غامقة، لا مش غامقة، حاسينها غامقة بس عشان خاطر اللون البرتقاني، ما انتوا حتى ناظرين اللون الاصفر، بس في الحقيقة غير اللي في الكاميرا عاد. دي السخنة هنمسكها، شوفوا معايا ايه، اه حتى في ايدي حاسينها طرية. انا خايفة عليها تتفلت، لكن تاخدي لها ساعة ساعتين زي الفل. اهي، الف هنا وشفا على قلبكم، زي الفل. ايه رأيكم؟ تمام، مش حلوة كده؟ ادي حبايبي، وعاوزين تحطوا زيت صيامي اعملوها.